اشوفكم هذا المكان شلون كان وشلون صار. نفس ما جاي تشوفون، شوفوا شلون صار المكان يا ما شاء الله. شيء اكيد هاي بجهود جميع قواتنا الامنيه، رجعت المدينه احلى من قبل الحمد لله يا ربي وبفضل رب العالمين. يعني شوفوا لي هسه هذا المكان، تعرفون شنو؟ هذا المكان يجمع جميع الديانات والقوميات بهذا المكان. تعالوا خلينا نفوت اطمشكم ايش بيه وايش ما بيه. هذا الكرسي نجار موصلي سواه، وتم استخدامه لزياره الملك فيصل الثاني الى مدينه الموصل. نفس ما تشوفون هاي الاشخاص اللي واقفين، هاي الملابس مال كل القوميات، الكردي العربي المسيحي اليزيدي، يعني نفس ما جاي يشوفون هاي الملابس كل القوميات جمعوها بمكان واحد. وايضا اخوان الشهيد البطل الشهيد منارة الحدباء، ماكو واحد عراقي اذا ما يعرف هذا الشهيد. وايضا هذه خوذة البطل الشهيد الله يرحمه ان شاء الله. من علماء مدينة الموصل الشيخ ذنون ابن ملة علي ابن ملة محمد الصميدعي الأطرقجي، هذا احد علماء مدينة الموصل. هاي قسم الادوات المنزلية اللي صايرة بالبيوت الموصلية اخوان. نفس ما جاي تشوفون هاي الادوات اللي جاي يستخدمونها ايام زمان. وايضا هذا المكان الثاني، اي زاير جالي مدينة الموصل مخلين صور وبالحياة. تعالوا اشوفكم ايش بي وايش ما بي. اشرح لنا عن هذا المكان. هاي طبعا الجزء من الزيارات اللي صارت عندنا بالمؤسسة، وابرزها زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، وايضا رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، وايضا فخامة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، وايضا بعض السفارات والوزارات والبعثات الدبلوماسية اللي زاروا هذا المكان. اللي زارت المكان. ايضا اخوان هاي الصور هاي شخصيات موصلية، يعني فنانين دينيين سياسيين كلهم مخلين صورهم بالحياة. نفس ما جايش اي شخصية قديمة راح تلقونها بهذا المكان. غرفة الارشيف المقتنيات المنزلية، تعالوا خلي اشوفكم ايش بيها وايش ما بيها اخوان. وايضا هذا السقف يعني اثار الحرب اللي صارت في مدينة الموصل. يعني هذا القرآن بختم عثماني ما تمام؟ ايه. ايش قد عمره هذا؟ 125 سنة. 125 سنة. جدار الامثال الموصلية الشعبية، يعني امثال موصلية، امثال موصلية مدغش لك على قد ابساطك. تشوفون هذا المكان عبالكم مشتل، هذا بالعكس هذا خياط. نفس ما تشوفون شلون مرتب المحل ماله. وهذا المكان والله العظيم اذا زرتوا هذا المكان ما راح تخسرون شيء، يستحق الزيارة وراح تعرفون معلومة عن مدينة الموصل وعن تراث الموصل. اليوم الفلوق مالتنا كان في مدينة الموصل بحمام المنقوش، أقدم مكان في مدينة الموصل وأكثر مكان سياح عليه هو هذا المكان الحمام المنقوش. وحبيت أطلع لكم كم لقطة لأن الفيديو من يصير طويل يصير ممل، فأتمنى أعجبكم هذا الفيديو. تحياتي لكم.